اي والله يا خاله، يقتلون النساء. بسبب ضغوطات النواب السنه بالموصل والمناطق المحرره طلع منيف الزوبعي داعشي محكوم بالاعدام، واول ما طلع ذبح زوجته بناحيه ربيعه غرب الموصل. ليش؟ لان تبرت منه ومن انتماء الداعش. يلا خاله نسوي وقفه بساحه التحرير قدام هاي المسكينه. وانت التتشه يلا لم الحبايب وتعال، هاي هم راي عراقيه لو غلطان انا. مع قرب موعد الانتخابات بدت الحمله الاعلانيه، وهذا حق مشروع للكل ليطمح للفوز بالانتخابات. الحملات الاعلانيه مختلفه، مرات تكون غريبه، مره تشوف واحد يوزع بطانيه وصوبه بالصيف، واحد يوزع نص دجاجه على التمن، واحد يعطي 25,000 حكي بيناتنا، وحتى يوزعون ملابس داخليه. بس بالموصل الوضع مختلف، يوزعون سجناء ويبلغونهم حقيقه التوحيد. بالموصل اغلب المرشحين استغلوا قانون العفو العام وصاروا يوعدون ابناء الدواعش واهلهم انه راح يطلعوهم من السجن واسقاط كافه التهم الجنائيه عنهم. السلفيه هي الاصل، مذهب السلف الصالح من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، هذه هي الاصل. طريقه اخراج الدواعش تمت بتغيير افادات واقوال وشهود زور، ووصلت قائمه الارهابيين المرفوعه للادعاء العام لاخراجهم هو 80 داعشي. كل هذول عشائرهم وابنائهم راح يستغلوهم كاصوات انتخابيه هذول المرشحين. الله اكبر وذلك فضل الله. هاي الحمله قبل لا تبدا بالواقع بدت بحمله اعلاميه لتخفيف هول الجريمه. ما يجوز محاكمه اي انسان ارتكب جريمه هو ما كان مقتنع بيها، واحنا نطالب باعدامهم بس هم مقتنعين، مشيها لنا ست قمر. وعلى طار الانتخابات ما شفنا نائب بالوسط والجنوب بدا حملته الانتخابيه بخطاب طائفي. نحترم القضاء العراقي اللي يجرم هذا الموضوع، بس الاحزاب والكتل والمرشحين السنه بشكل عام خطابهم الطائفي هو مادتهم الاعلانيه للانتخابات. قائد بالمشروع يشيل حمله هلا العرب السنه. وجئت لاجلكم، لاجل السنه في العراق، لاجل السنه في بغداد، لا يمكن ان نترك اهلنا لهؤلاء الغوغائيين. انا اقول مكون سني ومكون سني لان احنا تاذينا، احنا اهل بيت واحنا الاصل واحنا نبقى الاكثر. القضاء العراقي فوق الجميع وهو مصدر قوه الدوله، ونتمنى يحاسب كل موظف بالقضاء متعاون ويا هاي الافعال ويسيء لسمعه القضاء ويخون دماء الشهداء. هسه شنو؟ الدواعش وطلعوا من السجن، المقاومه شو وقت نسحب سلاح؟